السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء الفل على أحلى وأجمل مشتركين ومشاهدين القناة. فتحنا الزغاليل الصبح اللي بتجري، وبعد كده فتحنا الزغاليل الصغيرة بعد ما خدت انتشارها، حفظناها ببانها. يلا نطلع نبص ونشوف مع بعضينا ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا على الزغاليل ازاي متعلقة على البيبان اهي. البيض العداد بتوعنا صوافة البيض اهو، بسم الله ما شاء الله. في 2 حلسين، الزغاليل متشعبطة على البيبان، بتبدأ يشوفوا كده كله تمام ولا في حاجة ناقصة. يلا بينا نخش. الزغلول الريحاني اللي متضاف على الأولانية اللي أنا مأخره، اتنين سكروتات، 3 بنفسجيات كده ريحاني، 2 حلسين. دول الملونين حوالي 27 زغلول، هنشيلوا منهم ترتين أو 3. يلا بينا نفتح البيبان ونبوبهم كده، نبوبهم الزغاليل نبدأ نبوبوها. حفظناها، اديناها اتشارها، حفظناها العرق، عندنا اتشار بره الغية على العرق كده، خدت حقها، اتفتحت تحت الشبكة كده. كل الزغاليل واخدة حقها. الزغلول الواعي عمره ما هيقع. زغلول صغير اهو، زغلول صغير. نبوبهم ونفتح للزغاليل نبوبها. بفتح الباب كده حاجة بسيطة، الزغاليل اللي بتجري معودها زي ما بعودها، ما بفتحش الباب للآخر كده. الزغلول يخش ما يعرفش يطلع. نبوبهم وبعدين نتلفهم. يلا بينا. متخوفش الزغاليل منك، خلي الزغاليل متفزحاش، متكرشهاش بايدك. صوايم بالطوب، صافي صيني. بدأنا نعمل الحمام اللي هيلبس بدل وأتواب. كده 6 و1 7 صح كده، 7 زغاليل. اقسمهم وابدا ابوب منهم، وابدا احط منهم اللي انا شاكك فيهم طواير في البيبان كده لحد ما نشوف. الزغلول اللي اتروت اهو. يلا منخوفهاش، ما نزعلش الزغاليل. دول اهو بوب، اخش عليه بشويش اهو حضراتكم. ده صافي سين، ضبابير في الطول، ده من الدفعة الأولانية. دول الزغاليل بتاعت الشتاء عشان مفيش وقت ومش دفعة كبيرة.
هبدأ افتحهم على بعض. بص حفظناهم ببانهم اهو بهدوء خالص من غير ما نخوفه حاجة. الزغلول دخل بيستناني لما تلفه زي النظام ده. دي تاني مجموعة، كل دول انا شايل منهم الطواير. الصغيرين دي فيهم طيرتين هنشيلها. اهو يلا 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 اهو كله بشويش اهو. احلى زغاليل زغاليل الشتاء. شفتوا الزغلول الحرس حاطينه في باب ارضي. الاتنين الحرسين اديتهم بيبان ارضي. وادي الواحد حرس على العرق. في زغلول صغير هنا. يلا يلا صوبه روح هناك كده بقى. الزغاليل الصغيره سليمه وكامله. يلا فرحان أول مرة يطلع على العرق فرحان. يلا يلا بص الفتحة على قد الفم على قد الزغلول تمام. ما يقدرش يطلع يخش ما يقدرش يطلع. فتحة يا دوبك تدخل الفرد مش كمان بجنبه. لما نفسي يلا 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 الزغلول الصغير ما نمسكوش بقى ونخبطه لا. اهو 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 يلا حلوين كده. بس الزغاليل الصغيره مفيش حاجه وقعت منها موجوده وسليمه الحمد لله. اديتهم حقهم في الدشار وحفظتهم. يلا حلت اهو قبل اسكروطه. حفظت الزغاليل الصغيره الارضيه. حفظتهم العرق دشار بره بنفسجي. بص الزغلول يضم جناحاته بنفسجي. في بنفسجي تاني دخل اهو اهو. ليه عايزه هدوء. تعامل مع الحاجه بعقل ما تخوفش الزغاليل. في المرحله دي المفروض الزغاليل ما تخافش. يلا يلا الزغلول سكروطه الزغلول الابيض. يلا اهو في سكروطه شبابه ده دخل. بص على طول مش بابه طعم. ده زغلول يعني زرزر شبع. حطش الكلفة في الباب الزغلول ياكل ويطلع لا. اهو دخل شويش ادخل عليه ما عندوش كده. بعد ما بوب الزغاليل كلها ابدا حط كلفة في الباب. الزغلول هياكل ويطلع ويفضل كل شوية يدخل ويطلع. يلا بنفسجي
بنفسجي اهو. بص حفظتهم الباب كام يوم، تكلفوا في الباب خلاص، مرة التانية هيبوب في باب على طول. سكروت اهو اهو. بص على طول دخل بجنبه. يلا خد الصف الابيض ده بابك. يلا يلا خد الريحاني بنفسجي حلس اهو، بينزل الارضيه لسه، حط لهم تحديد في الارض. الريحاني اهو بوب مكان ده، نزل اهو كان هيبوب مكان البنفسجي. افتحوا للحلس الباب ده، حطوا كلفة الزغلول ده. حلس هنبوبه مع الزغاليل وبعد كده ننزلوا بابه في الأرض. يلا بينا. تمام. دخل بابه اهو. تمام ده بابك. يلا بنفسجي يلا نبوبه الريحاني، ننزله الريحاني. الريحاني في باب ارضي، دايما الريحاني والايطاطي في باب ارضي. كده فاضل البنفسجي والزغلول الحلس، ونكلف نفتح الحلس هنا اهو اهو اهو. بص الحلس بوب على طول، بوب امسكه ونزله بابه الارضي اهو كده. فاضل لنا الزغلول قبل البنفسجي. يلا بنفسجي. مش عايز انا اعودكم اللي يرمي كلف في الارض ويشد الشبكه. طبعا حته الكلفه في الارض دي تعود زغلولك، اي حد يرمي له ذره في الارض ينزل. يلا بنفسجي كده اهو. طالع تاني ماشي، اضيق له الباب شويه. ممكن اخر الزغلول ده احط له شويه كلفه المعلف، مفضلش غيره. ضيقت له الباب ونشوف تاني محاولة تانية معاه. محاولة تانية. تعودوا بصفارة دي بتاعت الكلفة. انا ممكن استسهل واشد الشبكة، مش عايز اعمل كده. عايز الزغاليل تبوب لوحدها اهو. داخل اهو بنفسجي. كده النهارده شفنا ضمنا الزغاليل الصغيره على الزغاليل اللي بتجري، ونحفظها بعضيها عشان تبقى مجموعه واحده. يعني حوالي 25 زغلول ولد كويس او السنه دي كده لو طلعنا بيهم، مش عايزين نكتر عن كده. شفنا ازاي بنبوبهم وبنبوبهم بعقل
بنحفظهم ببانهم وبشرق الباب، يعني بفتح حتة صغيرة وبعود الزغلول من صغره. الزغلول زي العجينة، تشكله من صغره، هتعلمه من صغره الصح من الغلط زي الطفل، هيفضل معاك ويسمع كلامك، يبقى مؤدب ومحترم ومية مية. غية الحمام في دمنا وبنعشقها وبنحبها، وربنا يبعد عننا اي حد يعكر صفونا ومزاجنا. الواحد بيطلع عشان ينبسط ويضيع وقت جميل. شكرا لمشاهدتكم الفيديو وسعادة وجودكم معايا، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات اللي جايه كل ما هو جديد في غية الحمام، ونشوفوا اهم فنيات نشر الحمام واهم اسرار في الحمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.